وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك أنا وكل حبايبي اللي بيشوفوني في كل مكان. طبعا النهارده بقى دخلت كده اوضه الولاد، اوضه الصبيان ولادي، قلت اعمل لهم بقى روتين كده يا حبايبي. طبعا كنت عامله معاكم فيديو اول روتينات المدارس وكده. دخلت بقى خلصت اوضه النوم طبعا بتاعتنا وكده، دخلت بقى على اوضه الولاد. عند اوضه الصبيان عندي اوضه محمد وهاني، وظبطت لهم طبعا كده يا حبايبي الاوضه كده، وخلتها لهم طبعا خلتها لهم فله وشمعه منوره. غيرت الملايه كده وحطيت لهم ملايه جديده، وحطيت لهم فرشه جديده وكده، وخلت لهم المكان كويس. المهم يا حبايب قلبي، جبت كده طبعا المفرش ده انا بحط كده للولاد، لان طبعا بيشغلوا المروحه وطبعا بيبردوا بالليل وهم نايمين، فبحط لهم طبعا المفرش ده يضغطوا بيه بالليل لو بيردوا او حاجه. يبقى لازم يا حبايب قلبي كوبرتايه خفيفه كده او مفرش خفيف يكون موجود على السرير. طبعا ولادنا ما بيناموش الا في المراوح او في التكييف. يعني ربنا كده ان شاء الله يوفقنا كده ويكرمنا باذن الله، وندهن بقى الشقه دي لان هي عايزه شويه دهان حلو كده، بس ربنا كريم ان شاء الله. حطيت لهم طبعا المفارش دي كده على السرير، بحطها لهم كده يتغطوا بيها. جبت بقى الحبايب المقاشه بتاعتي. طبعا انا في الصيف ما بفرش شقتي نهائي خالص، ولا ما فيش الا الصاله عندي اللي انا فرشها بس، انما الاوض بسيبها للولاد كده، ما برضوش يخلوني ان انا افرشها لهم، فبسيبها لهم كده. طبعا ثبت الغسيل هناك ده يا ام محمد، ده والله يا ولاد يوميا على الله الغساله شغاله يوميا، كل يوم اشيل وارجع انشر تاني، اشيل هدوم وارجع انشر تاني، فربنا يعيننا جميعا يا رب. فده كان ثبت هدوم بقى مرضتش طبعا ان انا اصوره معاكم. قلت اما انا خلص طبعا كده الروتين كده واقعد كده في الصاله عندي كده واطبق، والبنوته بتاعتي